الله وبركاته. اليوم قلت لكم مقطع جديد من سلسلة سيرفر عماني كرافت. طبعا هذه الحلقة تقريبا ثالثة. المهم بإذن الله واحد لحد اليوم بنسوي عدة أشياء في السيرفر. فقبل أبدأ المقطع سووا لايك، اشترك إذا كنت ما مشترك، وفعل جرس التنبيهات وهذه الأعلام القليلة اللي انضافت. طبعا اللي علم دولته ما منضاف يروح عند فوبيز وعند بودر، خبروهم هم خبروهم يسوي الأعلام، لأن أنا الصراحة ما أعرف أسوي أعلام. كل واحد يروح ويكتب دولته بعد تحت بالتعليقات. طبعا جميع قنوات الأعضاء تجدوها تحت بالوصف، واللي حاب يشوف مقاطعهم يشترك في قنواتهم كلها موجودة بالوصف. المهم على طول بروح لمنطقتي، وهذه هي المنطقة الأسطورية بدون منازع. شباب اللي شاف مناطق الشباب قول الصدق، ما أفضل منطقة هذه؟ ترى هذه بس البداية دي بس، ما سويت شيء. أنا أعتبر نفسي مسوي 2% من الأشياء اللي بإذن الواحد لحد بسويها في المستقبل. المهم ضفت أشياء طبعا خلف الكواليس، منها الحين براويكم يا اللي هو هذه غرفة النوم بتكون، لاني ما ابغى اسويها غرفة كبيرة فسويتها هنا. وكيف رايكم في التصميم؟ طبعا كل شيء اسويه كتبوا لي رايكم فيه. وهذا بعد الطابق اللي خبرتكم اني بسويه، مثل ما قلت لكم انه المساحة كبيرة واجد، فيحتاج ان نسوي طابق على الاقل. طبعا من هنا دخلت الغرفة مثل ما تشوفوا غرفة النوم. روح مو جاي هنا تسوي، وقف مو جاي تسوي انقرع من هنا بيتك ذا. لا مزعوه طاني شيء يا اخي، تعطيني اياه وما في ذيك. قرع حالك، ما ابغى نعم. ما في عوين مو يسمى، ما في اوه نيمتاج. والله العظيم مشكور راشد، والله مشكور. نيمتاج قام جانا يا اخي، مشكور اقسم بالله انك اسطوره، والله مشكور ما قصرت. المهم مثل ما تشوفوا هذا هو الطابق الاول، والاطلال عليه والالوان. من هنا زقاق، من هناك خشب اسود، من هنا خشب بني، يعني فاتح، ما غامق ولا فاتح وسط. ليش ما تقفل الباب يا اخي؟ سكر الباب يا اخي. انزين ومن هنا ابيض. يا ولد الحلال ذا خليه حالك، اقول لك ولا خليه جيب. المهم خلونا ننزل تحت للطابق التحتي. وهذا الصندوق طبعا انا شايف انه وشايف اللي فيه معطني يا سموئل بمناسبة افتتاحه لمحله وبيته. والله يبارك في محلك وبيتك سموئل، والله مشكور على الهدايا. هذا قسم المزرعة والحيوانات بإذن الواحد لحد. طبعا أنا شايف إنه فيه 8 ايرون، فعلى طول والله مشكور سموه. إذا كنت تشوف الفيديو ما قصرت جزاك الله ألف خير، والله يبارك فيك ويبارك فيكم جميعا وفي رزقكم. المهم اليوم وش بسوي؟ أول خطوة بسويها بإذن الله إني أجي الطابق الأول. تعال الطابق الأول باغى أسوي لي كرافتنج تيبل، لأن حاليا الكرافتنج تيبل مالي وديتها مكان، بعدين على نص الحلقة ونهايته براويكم إياه، مكان سري يعني. المهم خلوني أول شيء أكسر هذا، جيب بالخشب، خله ينزل تحت ما في مشكلة. بكسر هذا وتقريبا بهذه المساحة. يا أخي راشد شكرا، والله شكرا، بس شوية لو سمحت لو تقدر، أو بس تقريبا، أيوة تقريبا كذاك، ولا ما يمدي؟ لا والله شكله يمدي، بس اقول لك زيد بعد. من هنا واحدة طبقة، من هنا طبقة، ومن هنا طبقة بعد، ومن هنا اخر طبقة، وخلاص تقريبا من هنا خلاص. تسألوني ليش تو ما عليكم، بس خلونا نجمع الخشب. ومشكور راشد على الخشب من قريب. اكل ما عندي، يلا عندي لحم صار قلنا من فوبيز. مشكور فوبيز. المهم تقريبا بنسوي بنفس الطريقة من هنا. فنشيل الخشب اللي موجود هنا ونروح على طول نشيل بعد هذا الخشب. شيل هذاك الخشب يا راشد لو تقدر. ايوه واحدة، اثنتين، ثلاث تقريبا لحد هنا. ونشيل بعد هذا وهذا، واللي في الوسط نشيله. تقولوا لي ليش؟ لحظات بس خلونا نخوزه ونشيله، واراويكم ايش الشيء اللي انا ناوي فيه باذن الواحد لحد. بعد ما اخذنا اللي هو هذا، نجيب لنا الخشب. ابغى اسوي كرافتنج تيبل، لكن ما بهذا الخشب، هذا الخشب ما عندي غيره. ايه لا سويت به لا حول ولا قوه الا بالله. يبغالي مره اصنع من جديد نفس ذا الخشب الابيض. المهم ما في مشكله، الامور طيبه. فنجيبنا الكرافتنج تيبل. هذه هي الكرافتنج تيبل، حلوين. نجيب الكرافتنج تيبل، نجيب الدلو واحد، بسوي دلو واحد. والله لو ما استموئل انا لازم اروح كيف واروح اجيب لي ايرون، ومن ذاك الايرون اسوي لي الدلو. لكن الحمد لله الحين مع السموئل يعني مشكور. زي كيف واطلع حلو. طبعا سويت لي شويه درج بسيط بالهذا مو يسمى الديرت عشان اقدر اطلع من هناك. انزين وش الحين الخطه الحين نجيب دلو ونروح نجيب. صح نسيت خبرتكم نسوي هذه اللوحه انا بعدين ما تشوف اخر شيء. خلينا الحين على الشغل اللي جايين نسويه احنا. نجيب ماي ونروح على طول من جديد تحت عشان نسوي الشيء اللي انا ابغى اسويه. ايوه نروح تحت ننزل ونسوي لنا
الماي هنا. يلا خلاص تقريبا كملت هذا. جيب مرة من جديد ماي. لا 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 خلي ايوه تقريبا. بروح اجيب لي بعد ماي وبترسه من جديد يعني. جبنا مرة دلو ماي ثاني عشان نسوي من جديد. ايوه ونروح نسوي الدلو الاخير تقريبا هذا لانه اعتقد يسد يعني. فبروح من جديد هنا ونسوي الدلو. ايوه حلو مثل ما تشوفوا تقريبا يعني يكفي اذا ما خاب ظني. ايوه لقيت واحد من القرويين اللي مسكوا لامتين وعندهم حبل، فقتلت القروي وشليت الحبل ماله. انزين عشان ليش؟ عشان جبتوا الحيوانات. وكيف بتجيب الحيوانات بالحبل ونسحبها تحت الماء؟ على حظي طبعا جماعة الخير لقيت خروف هنا وخروف هناك. بس خلونا نجيب اول شيء في البداية الخروف الاول. وينفع الان تجيب الخروف الثاني ولا ما ينفع؟ بس خلونا اقرب اذا ينفع عسى ينفع عشان نشيلهم باثنينتين. ايوه خلاص تقريبا. ايوه والله حلو. خلا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا جماعة ايوه موجود والله على بالي اختفي. يلا شباب يلا اي موجودين. يلا جماعة الخير. يلا على اللوب. يا وبعد خروف ثاني. فخلونا على طول ننقله لتحت البحر. هينكم موجودين. خلا شباب حلوين. يلا كش. ايوه هنا بالضبط. وينكم حلو. خلونا ننزل. اوه صح نسيت اكسر هذا وبعد هذا. لا ايوه حلو. جيب الحبل. جيب الحبل. ايوه راشد. خل راشد نزل هنا نزل. ايوه بس كسر هذه. تعال راشد تعال راشد نزل معي. لا ما ضبطت الخطة يا اخي. كنت ناوي اني انزلهن بس كيف تضبط الحين؟ اوه طاح والله. كفو راشد كفو الحمد لله ما مات. والله فزعت ان الخطة كلها اللي سويتها وبنيتها انها تفشل، لكن الحمد لله بتوفيق من الله ومساعدة من راشد وفقنا الله ونجحنا والخروف ما مات. يلا راشد جيب انت ذاك الخروف وانا بجيب هذا. تعال طلع. ايوه والله فرحت ان الخطة ضبطت. كنت على بالي الخطة ما تضبط بس الحمد لله. لا اله الا الله. بعد انت يحتاج لك يعني تكبر الباب. يلا كبر ماشي مشكلة امور طيبة. كسر هذا وكسر بعد الباب اللي موجود هنا. لا طلع ينفع تدخل. وانا قاعد اكسر. حلو بس ما في مشكلة. نجيب الزقاق اللي موجود هنا وخلاص. بس ذاك نقول بعد توفيق من الله ثم مساعدة من راشد وفكرتي الأسطورية اللي سويتها نجحنا ان نجيب اول حيوانين داخل المزرعة اللي باذن الواحد لحد بعدني بضبطها وكل شيء. بس حاليا خلونا نروح. والله العظيم اني فزعت ان الخطة ما تضبط. والله اني فزعان كذا. طبعا دور الماي انه يخلي الخروف يوم ينزل يوم يطيح من فوق لتحت ما يموت ولا يتدمج ولا اي شيء. خلاص الماء يحميه الحين. فخلونا على طول نروح نطلع. لا اله الا الله. لازم يحتاج ان ننام في البداية وبعدين نطلع. والله شباب وانا انزل القراشد موجود يا اخي. والله انك اسطورة يا اخي راشد. انت اسطورة. يلا بوسع لك انا. روح لا تخرج انت. لا احد يخرج. يلا روح يا اخي. روح ادخل. خلي عمك راشد يدخلك. ايوه دفرة. لا تطلع انت. لا تطلعوا يا اخي. اوي تعال ارجع. وين طالع؟ على وين طالع يا الحبيب؟ على وين طالع يا الحبيب؟ تعال. ايوه جيب هنا. ايوه لا والله بالغلط. بس جيب الحبل زين. خوز نوبة تفوبيز عنتو. استغفر الله العظيم. لا اي ترى ما نلعب جالسين. تعال يا اخي ما مسخرة. خلى عنك من ذا. واقسم بالله ترى ما في بارض حالك. انت قسم بالله فوبيز لا تخليني ايوه واخي اسطورة راشد. تعال والله انك اسطورة يا اخي. هذاك هلا خرفان 4. الخروف هذا الرابع. هذه انثى ولا ذكور 3 اوه لا والله اسمح لي هدية الامرالد. اقسم بالله العزيز انه مشكور. والله مشكور. والله اسمح لي فوبيز. والله مشكورين يا اخي الشباب يضبطوني. لازم يا اخي اشكرهم يا اخي. هلا اساطير. سموئل اول شيء 8 ايرون. بعدين هذا يعطينا ايميرالد واحدة وهذا قاس يساعدنا. والله كيف اقدر اشكركم؟ قولوا لي. طبعا جماعة الخير لقيت بقرتين على طول هنا. فقبنا بالحبل الاول وخلونا على طول نروح بالبقرة الاولى.
يا خوز بقرتي انت وانا قايتني ذيك البقره ما مربوطه. لا لا امزح امزح. والله مشكور نوح على المسمى المسمى ذا ايمرالد وامو. فعندنا تو ايمرالد دايمو، قصدي ما دايم سلامات دايموند دمو. عندنا تو يعني والله ضبطنا اشياء واجد في السيرفر كله بمساعدتهم يعني بعد الله سبحانه وتعالى. البقره اسمها لا من الخروف. ياسمين يلا نزلي يلا. يلا تعال تعال تعال، هذه بقره كامل الجسم، تعالي. كيف تو انزل هذه يا اخي؟ انا ما نزلت ترى ولا واحد. ايوه تعالي تعالي. كيف طيحها؟ لا ما اقصد ذا. طيحها اقول لك، طيحها من اسمك اللي راشد يعرف، انا ما عرفت انزل يا اخي. جماعه الخير فوبيز ما في مسوي قاسين قلماي والحاله. اي لا تضربه لا تضربه، لا تموت علينا بس صعوبه يا ولد الحلال. خليني انا بضبطها هنا خلاص. امورك طيبه مع ايوه باقي شويه. دفرها ايوه طاحت، بس لا تموت علينا بس. تعالي بنت الحلال، لا اله الا الله والله تعبتنا قسم بالله. لك الخرفان الاربعه يمكن احسن عنها كليتين. ايوه تعالي سك الباب ايوه يا اسطوره. سكر الباب الله يلعن بليسك ولا ما يطلع. عصبت على الفاضي. المهم جيب الحبل خلاص ابوي، خلاص تو نجيب ليش واحد ثاني، بس جيب الحبل باغينا. بس خلونا نروح فيه. حمد هنا جالس ما اعرف مقاس يسوي. حمد تعال ساعدنا حمد، ولا انت صح ما ادري. يلا حمد ها كيف الحال عساك طيب؟ زين البقرة وين كانت؟ هنا تقريبا البقرة في ذي المنطقة كنت اللي شايف انها هنا. طبعا قبت هذه البقرة لحسن الحظ حصلت البقرة الخيرة لانه عانيت اكثر واحدة عانيت عشان القاء. المهم خلونا ننزل هذا البقرة. اوه طاحت دايركت بدون لا اسوي شيء. ايوه طيحي اقول ليش. واخيرا نزلت البقرة الاخيرة. ايوه والله بوقتك يا حبيب الملايين يا فوبيز. تعال ايوه سكر يا اسطورة يا ملك يا وحش. خلاص الحمد لله. اول شيء شكرا لفوبيز وراشد وعلى وهالسموال على الهدايا وعلى المساعدة في هذه. فالحين لازم نطلع. اعتقد ما يقدر لا يطلعن، ما يمديه نطلعن. ايوه يبغى يطلعن بس ما يمديه. وبكسر هذه. اوه سلامت. اوه سلامات. في خروف يحفر هناك يا اخي. هذه المشكلة يا اخي، في خرفان ما تعرف كيف. المهم بسكر هذه اللي كسرناه اصلا احنا، وبنروح لمكان باذن الواحد لحد يكون مكان سري نسويه تقريبا هنا لحد ما نجيب ان شاء الله باقي الحيوانات. يمكن اجيب دجاج والحالة، بس حاليا نسكر عشان المنظر. فنسكر هذا المكان خلاص تقريبا. اتمنى الفكرة عجبتكم. اول شيء لا اله الا الله. جلس يا اخي جلس يا ولد الحلال، جلس يا ولد الحلال جلس يا اخي. مو سويت يا اخي هذا والله الاطفال مشكلة. الاطفال يوم تجلس تلعب معاهم. المهم خلونا نشيل هذا بعد. ايوه شيله يا طفل. ونروح نجيب بعد هنا وندم هذا المكان. حلو جماعة الخير، طبعا انا الحين في المكان السري، ولو تلاحظوا على اليسار فوق الاحداثيات مغطينها حولكم يعني عشان اللي اعضاء السيرفر ما يعرفوا ان هذا المكان السري. ما ابغى اي احد يعرفه. هذا هو المكان السري. مثل ما تشوفوا الموارد اللي بحطها هنا كلها ما ابغى احد يشوفها ولا يعرف مكانها ولا يلمسها يا رجال، عن حد لا يسرق ولا اي شيء. المهم حاليا اللي عندي سرير هنا. الاسرة طبعا ما في اي شيء، لا حتى صندوق واحد ما في شيء، كلهم فارغات. طبعا اول شيء الشموع عندي انا تقريبا 64، فبخلين ما بسوي شموع هنا. خلاص جيب كل الشموع اللي معي 16 حبة ايوه حلوات هنا. حلو انزين. هنا الخشب عندي خشب واجد هنا 64 حبة من هذا الخشب. انزين عندكم هذا الخشب بعد. خلي كل انواع الخشب بخليها هنا. طبعا هذا راشد طاني انواع الخشب كلها يا رجال، والله مشكور راشد. هذا الخشب اقول لك خلي الخشب على الاقل هذا هنا. حلو شيء بعد انواع خشب هنا موجودة ما اعتقد ولا بسوي. خلاص هنا السيوف والبيكاكس باقي الاشياء. انا حاليا يعني هل بسوي لي شيء بالايرون سيوف. هين الايرون مالي هين اللي معطني اياه السموال. ايه شباب وين اختفن؟ اكيد او قتلني راشد اكيد معه ولا يعني يوم انا رحت. المهم خلي السيوف حاليا. الصناديق اعتقد عندي صندوقين ايها اللاهن، فخلي هنا الصناديق. الاشياء اللي الحجريه بخلي هذا، وبخلي هذا اعتبره حجر يعني فبخليه.
وان زين حلو. الزقاق عندي زقاق طبعا انا، فبخلي الزقاق هنا. حلو حلو. هنا الشموع مثل ما قلت لكم طبعا الشموع معاها هذا لا تنسيوا اللي هو ما هذا اللي هو هذا تقريبا. فالحين اللحم والكرافتنج تيبل ماشي زين. هذا ايمرالد، نعم عندي ايمرالد وحده اللي اعطاني اياها. فوبيز هنا طبعا تشوفوا ما مسوي شيء الدايموند لانه بعد ما عندي دايموند اصلا. انزين هنا الديرت خلي الديرت اذا احتجت يعني باقي بعدين. الدروع ما عندي. ايرون مفترض عندي بس 6 حبات، مفترض اطبخهم في الفرن. وين بخلي الفرن اخلي هنا، مو رايكم هنا شباب؟ فبحفر هنا وبخلي الفرن يكون هنا وبطبخ فيه. فعلى طول عندي حتى فرنين يعني جاهزات وكل شيء. نصير عند الفرن الفحم. فحم ما عندي. لا عندي فحم. فبسوي هنا كم فحم وبسوي الايرون. حلو. حاليا خليه يطبخ. وبعد هنا بسوي فرن واحد. كيف رايكم شباب في المنطقة او في هذا المخزن السري البسيط اللي ما حد يعرف يعني مكانه وين؟ طبعا بس عشان الاغراض مخلينه بعيد عن منطقتي، بعيد عن منطقة اي حد، عشان ما يجي واحد ويسرق له اغراضه. حلو. نجيب الفحم الباقي هنا وخلاص نخليه هنا. حلوين. حاليا وش يبقالنا مثلا هذا لحم الزومبي خلي ما في مشكلة. عندك قحط وما باغنه، هذا بعد ما باغنه، ودقاق ما باغنه، فخلي هنا هذا. حلو هذا خليه هنا ما في مشكلة. وهذا تقريبا خليه كذا وكذا. الكرافتنج بحتاجها هنا، بخلي عندي البلوكات هذه بلوكات النذر ما في مشكلة يعني. فبخلي هذا هنا. طبعا اللحم بعد هذا ما اريد اللحم. اقول لك دام منه هذا الفرن جاهز ليش ما اطبخ هذا اللحم؟ فخليه يطبخ. حلوين. حاليا خلصت من هذا ديلو عندكم والنيم تاج والصوف. وهذا وش هالحل اقول لك هذا تقريبا وش انا ما سويت شيء واحد حال الخرابيط ولا الزبالة يمكن. يلا ما في مشكلة. بخليه هنا مع الدير حاله. بخليه هنا يعني هذاك ما في مشكلة كأنه فحم اعتبره، بس ما في مشكلة. وهنا بعد لا هذا الخشب خليه. هذا اعتقد قاتل امس ساحراني وطتني هذا فخلاص. وهذا بعد حلو. اللحمة يلا جيبها ما في مشكلة. والدلو بعد كل شيء ما يعني ما عندي حاله مكان بخليه هنا. فبس تقريبا جماعة الخير الى هنا وصلت نهاية المقطع. اتمنى اذا كنتم مسوي لايك اشتركوا اذا كنتم مشتركين. اي شيء شفتوه في المقطع اعطوني رايكم فيه. عندكم اقتراحات اكتبوها تحت بالتعليقات. وبس مع السلامة.